بما اننا داخلين على 2025، فدايما بداية السنة ناس كتير بتحط اهدافها، بتكتب الجولز بتاعتها هتعمل ايه في السنة دي. فانا كان عندي شوية تيبس كده ليكوا وليا، بحيث ان احنا نبدأ سنة 25 ان شاء الله بأهداف نقدر ان احنا نحققها على اخر السنة. لما نيجي نعمل ريفيجن هنلاقي ان احنا حققنا على الاقل 90% منها. باختصار شديد جدا، اول حاجة لازم تقدم المشيئة، تقول ان شاء الله، بحيث ان انت ربنا يوفقك حتى ان انت تعرف تكتب اهدافك. ليه؟ لان اهدافك لازم تبقى مكتوبه، لازم تبقى مكتوبه، وتبقى مكتوبه كمان في البريزنت تنس. انت كاتبها على اساس ان انت حققتها يعني، او بتحققها. زي ايه مثلا؟ انت حضرتك مثلا بيجيلك دخل حوالي نص مليون مثلا في السنه، فانت هتيجي اكتب مثلا هيبقى دخلي سنه 25 من 750,000 الى مليون. لازم تبقى شويه رياليستيك، يعني الموضوع يبقى فيه واقعيه شويه عشان ما يعملش احباط. لو انت حطيت رقم كبير جدا، لو قلت مثلا دخلك نص مليون وانت عايز 10 مليون، فبالتالي ده ممكن يسبب لك احباط، عشان لما تيجي تقسمه على ال 12 شهر يبقى الدخل الشهري المفروض ان انت تحققه كبير جدا جدا. تمام؟ فاول حاجه لازم تبقى كاتب اهدافك، كاتبها في الحاضر. يعني انا بحقق مثلا 750,000 في سنه 25. انا حاليا دلوقتي عربيتي عملت ابجريد لعربيه كذا. انا حاليا دلوقتي خدت كورس مثلا 1 2 3 انت كنت عايزه قبل كده، وهكذا. النقطه الثالثه، لازم كل 3 شهور تبص وتعمل ريكاب كده، انت وصلت لايه ما وصلتش لايه، بحيث ان انت تلحق نفسك. لو في ايام كسلت فيها، لو في شهر وقعت فيه، لازم الكوارتر اللي بعده او الثلاث شهور اللي بعدها تحاول ان انت تكفر اللي انت وقع منك في الثلاث شهور اللي قبليها، وتحقق الكوارتر بتاعك. فده ممكن يحتاج منك مجهود ازيد شويه، ولكن كل ما تعمل ريفيجن كل ما هتقع منك حاجات اقل. دي النقطه الثالثه. اما النقطه الرابعه، لازم تتوكل على الله. لازم تحط اهدافك دي ليك تحققها وتزود من دخلك، وكمان تحطك في ستاتس او مكانه افضل شويه، ولكن لازم تربط هدفك ده بحاجه لله. انا بعمل الفيديو ده عشان ممكن الناس تبقى عارفاني، او الناس تبتدي ان هي تبقى انا ابقى مستشار ليهم عقاري، او وفي نفس الوقت لله، ان انا اقدر اساعد ناس اكتر عدد ممكن بما يرضي الله. اقدر اكون عندي مصداقيه معاهم بما يرضي الله، ان انا اقدر ان انصحهم بحاجات حتى لو هي مش مناسبه للعقار. هقول لهم لا، ده مش وقت عقار، ده وقت ذهب مثلا، وهكذا. تتقي الله، وكل لما يجي لك كمان دخل حاول تطلع منه لله، تبقى ايه؟ من والى الله. بس ده الموضوع كله. كان في كتاب اسمه جامب بتاع ستيف هارفي، ناس كتير ممكن تبقى عارفاه. ستيف هارفي ده واحد من انتربرينورز، وبيعمل هوست او مذيع في قنوات امريكيه، راجل يعني معروف جدا جدا. وكتب كتاب اسمه جامب، لان الراجل ده بدأ من الصفر حتى ما وصل دلوقتي دخله اكتر من 200 مليون دولار، بيخش له دخل سنوي حوالي 45 مليون دولار. فالراجل ده لما كتب كتاب اسمه جامب، كان في حته حلوه قوي بحب اقراها. يقول لك ايه؟ الحياه عامله زي الطياره، زي السكاي دايفنج لما بتنط بالباراشوت بتاعك. انما حياه عباره عن طياره، لما تيجي تنط تاكد ان الباراشوت مش هيفتح، هتتبهدل، هتتقطع، هتتخبط، هتتخض، هتخاف، هتفشل. الناس هيقولوا عليك مش هتعرف، هيقولوا عليك انت بتعمل ايه، هيتفهوا. ولكن في نهايه المطاف لازم الباراشوت هيفتح. ليه؟ لانه وعد رباني، لكل مجتهد نصيب. كده كده هيفتح الباراشوت بتاعك، بس امتى؟ مش بتاعتك. هتتبهدل، هتتقطع، الناس هتقول عليك، هتقول، الناس هتقلل منك، هتقلل، بس بعد ما الباراشوت يفتح وتنجح كلهم هيقولوا ده احنا كنا نعرف فلان، ده فلان ده قريبنا، ده فلان ده صاحبنا، ده فلان ده احنا كنا قعدنا معاه قبل كده، وهتحاولوا ان هم يتقربوا منك. فارجوك اهدى، وكده كده الباراشوت هيفتح. كان سألوا وارن بافيت قالوا له هي الفلوس بتيجي منين؟ قال له الفلوس مش بتيجي في البيع ولا الشراء، بتيجي في الصبر. It's not about selling or buying, it's in waiting. That's it. فتوكل على الله واكتب اهدافك وراجعها. مش ناقصك اي حاجه تانية غير ان الباراشوت بتاعك هيفتح. at the end of the day لازم يفتح.